أفضل 10 مسلسلات كوميدية مصرية جديدة لازم تشوفها. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن أحلى 10 مسلسلات مصرية كوميدية جديدة نزلت في الكام شهر اللي فاتوا دول ويستحقوا إن انتوا تشوفوهم. وطبعا زي ما قلنا إن الترتيب في القايمة دي مش مهم، لأن كل المسلسلات كويسة جدا وتستاهل إن انت تشوفها. بس لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ترشيحاتنا المميزة، وما تنساش تصلي على النبي. ويلا بينا. أنا أحمد أفندي درغام، أخويا الصغير لوحده عنده مزرعة مليانة تران. شفت بقينا أهل إزاي؟ مسلسل النص. المسلسل ده بيجمع بين التاريخ والضحك في قصة مشوقة، وبيحكي عن شخصية عبد العزيز النص واللي بيجسده أحمد أمين، وده نشال محترف في الثلاثينيات عنده عصابة نشالين، ولكن الدنيا بتاخده في أحداث سياسية غامضة وبتحول من مجرد حرامي لبطل شعبي الناس كلها بتتكلم عنه. والأحداث بتحصل في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهنا النص بيقرر إن هو يتوب ويبقى إنسان صالح، وكمان بيقود مقاومة ضد الاحتلال، وده خلاه رمز عند كتير من الناس لأنه بيحارب الظلم بطريقته الخاصة. الفيلم بيقدم كوميديا نظيفة مفيهاش ابتذال ولا ألفاظ خارجة، وده خلاه يعجب جمهور كتير، وكمان النقاد أشادوا بيه. أحمد أمين كل سنة معودنا على التألق كالعادة، وكمان معاه مجموعة من ألطف نجوم الشاشة في الوقت الحالي زي أسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن محمد وحمزة العايلي. فلو بتحب الضحك فالمسلسل ده أكيد هيعجبكم. الحمد لله على السلامة يا بطل. هو انا فين؟ انت هنا. هنا فين يا بني ادم؟ هو احنا هنا في سنة كام؟ احنا سنة 43. مسلسل عمر أفندي. المسلسل ده بيخلط ما بين الخيال بالغموض بالتاريخ مع لمسة كوميدية خفيفة، وبتدور قصته حوالين علي واللي بيجسده أحمد حاتم، وده شاب بيكتشف سرداب سري في بيت أبوه بيخليه يرجع بالزمن لأربعينيات القرن الماضي، وهناك بيتحول لشخص تاني تماما اسمه عمر أفندي، وبيعيش حياة مختلفة في زمنين مختلفين. المسلسل فيه حبكتين رومانسيتين، واحدة في الحاضر والتانية في الماضي، وده بيخلق مواقف كوميدية مثيرة. المسلسل من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة ورانيا يوسف ومحمد رضوان ومحمود حافظ ومصطفى أبو سريع. المسلسل فكرته جديدة وأداء الممثلين كان قوي، فلو أنت بتحب الأجواء التاريخية والضحك والغموض والرومانسية فأكيد المسلسل ده هيعجبكم. سربرايز. مسلسل أشغال شقة جدا. ده الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، فلو انتوا حبيتوا الجزء الأول فأكيد الجزء ده مش هيكون أقل منه. القصة هنا بتركز على حمدي، وده دكتور في الطب الشرعي واللي بيقوم ببطولته هشام ماجد، واللي مراته اللي بتلعب دورها أسماء جلال. وهنا بقى القصة بتكمل لما بيخلفوا توأم تاني، وحياتهم بتتقلب بسبب محاولتهم المستمرة علشان يلاقوا مديرة منزل تساعدهم في تربية العيال. وفي الجزء الثاني المشاكل هنا بتكبر أكتر، وكل شوية بيجيبوا واحدة جديدة، ولكن كل واحدة بتكون أغرب من التانية، وده بيخلق مواقف كوميدية كتير. المسلسل هنا بيعتمد على كوميديا الموقف اللي بتعكس صعوبة الحياة اليومية للعائلات، والتفاعل المميز ما بين هشام ماجد ومصطفى غريب كان الأجمل خلال شهر رمضان في 2025. مستر كمال عايز يقابلكم انتوا الاثنين الاول. احنا الاتنين مين؟ 25 مليون ده المينيمم تارجت عندنا في ال6 شهور، بس انا محتاج واحد بس منهم. مسلسل 6 شهور. المسلسل ده قصته بتدور حوالين الجيل الجديد في الشغل والحياة. قصته بتحكي عن مراد واللي بيجسده نور النبوي، وده شاب لسه متخرج بيحاول ان هو يلاقي فرصة عمل، وبيشتغل في شركة عقارات، وبيكون في منافسة شرسة جدا بينه وبين زميلته علشان يحققوا التارجت المطلوب منهم في 6 شهور ويحصلوا على منصب كبير. المسلسل هنا بيسلط الضوء على الضغوط اللي بتواجههم بعد التخرج زي الديون والسعي والاستقلال وتحقيق الذات، وكمان بيكون فيه قصة حب بتتولد وسط المنافسة دي. المسلسل من بطولة نور النبوي ونور إيهاب في الأدوار الرئيسية، وكمان معاهم مجموعة من الممثلين الشباب اللي كان أدائهم مقنع وقريب من الواقع، خاصة دور نور النبوي ونور إيهاب، وده خلاه واحد من أهم المسلسلات المصرية اللي صدرت في الفترة الأخيرة. احنا المفروض نلم 80 باكو في شهرين. انت عارفه يا مدام البت دي فعلا قربت في قرايه الفنجان. من كام يوم عملت لي فنجان قهوه شربت. وحصل ايه؟ سهرت. مسلسل 80 باكو. قصة المسلسل بتدور حوالين بوسي واللي بتمثل شخصيتها هدى المفتي، ودي كوافيرة شاطرة لازم تجمع 80,000 جنيه علشان خاطر تعرف تتجوز خطيبها، وصاحبة الكوافير بتحاول تساعدها وبتعرض عليها ان هي تروح للزباين البيت علشان المقابل يكون اكتر، وده طبعا بيدخلها في عالم جديد تماما وهي بتشوف حاجات عمرها ما توقعتها.
المسلسل مليان مواقف كوميدية عن رحلة بوسي علشان تجمع الفلوس، وكمان بنشوف علاقتها بزميلتها في الكوافير وخطيبها. والجميل كمان في المسلسل ان كل حلقة بيكون فيه قصة جديدة مع شغلانة مختلفة بتروح لها البيت، وده بيضيف تنوع في الاحداث. المسلسل من بطولة هدى المفتي وانتصار ورحمة احمد ودنيا سامي ومحمد لطفي. المسلسل خفيف جدا وفيه كوميديا اجتماعية مميزة. الناس اللي في المطبخ دول مش هيقدروا يلاحقوا طلبات كتير. خلينا نشوف. 8 برجر، 6 كبده، 5 سوسيس، 2 بانيه، واحد مكرونه وايت صوص، و2 بكات. مسلسل مطعم الحبايب. المسلسل ده بيتكلم عن عالم الأكل والمطاعم. القصة بتدور حوالين المنافسة بين أصحاب المطاعم في حي واحد، وبنشوف في المسلسل حياة الناس اللي شغالة في المطبخ وأسرارهم في الوصفات. المسلسل بيركز على شيف مشهور بيقرر إن هو يفتح مطعم خاص بيه، وبيقابل شاب موهوب في الطبخ وبيقرر يضمه للفريق بتاعه. والأحداث مليانة مواقف كوميدية بتحصل ورا كواليس المطبخ، وبتورينا المنافسة الشرسة بين المطاعم بطريقة خفيفة ومسلية. والكوميديا هنا مش معتمدة خالص على الإفيهات، ولكنها طالعة من المواقف اللي بتحصل ما بين الشخصيات. وناس كتير اتفرجوا على المسلسل ووصفوه بانه زي عمل كرتوني من كتر خفة دمه وجماله. البطولة المسلسل كانت لأحمد مالك وهدى المفتي وبيومي فؤاد وانتصار وإسلام إبراهيم وحمزة العايلي، ومعها مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف. سمعونا زغروطة عقبال عندكم. مسلسل عقبال عندكم. المسلسل ده بيتناول مشاكل ما قبل الجواز بطريقة خفيفة ومسلية. القصة عن سهى وفادي واللي بيستعدوا للجواز، ولكن قبل الفرح بتواجههم مشاكل كتير ومواقف كوميدية بتخليهم يعيدوا التفكير في قراراتهم. المسلسل بيتميز بحلقات منفصلة متصلة، كل حلقة بتحكي عن قصة جواز انتهت بالفشل، وده اللي بيخلي سهى وفادي يشوفوا الجواز من زاوية تانية ويفكروا أكتر من مرة قبل ما ياخدوا الخطوة الكبيرة دي. بالرغم من الطابع الكوميدي للمسلسل إلا إنه بيناقش قضايا مهمة زي التفاهم وأسباب فشل العلاقات. المسلسل من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ومعاهم محمد ثروت وإنعام سالوسة وسليمان عيد وعلاء المرسي وعارفة عبد الرسول. هتعرف تسوق الهبابه دي؟ طب يلا بينا. تصدق فكرتني بتايتانيك. وقف البتاعه دي مسلسل عايشة الدور. المسلسل ده بيرجع لينا النجمة دنيا سمير غانم في دور جديد ومختلف. والقصة هنا عن عايشة، ودي ست مطلقة عندها بنت مراهقة وطفل صغير، وبتلاقي فرصة ان هي تبدأ من جديد لما بتقرر ان هي تدخل الجامعة بدل بنت اختها اللي مسافرة. عايشة هنا في المسلسل بتعيش حياتين، الاول في البيت كأنها ام مسؤولة، والحياة التانية في الجامعة كأنها شابة منطلقة عايشة حياتها وسط الجيل الجديد، وده بيقلب حياتها 180 درجة وبيخلق مواقف كوميدية كتير. فكرة المسلسل جديدة نسبيا على المسلسلات المصرية، وتخليكم تضحكوا على محاولتها للتأقلم مع الحياة الجديدة في الجامعة. البطولة لدنيا سمير غانم ومعاها أسماء إبراهيم وعمر الشناوي ورحاب الجمل وأميرة أديب وفدوى عابد وأحمد فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ده حمار؟ أنا ناقص أطبعها على صدري شهادة معاملة أطفال. مسلسل شهادة معاملة أطفال. في المسلسل ده بيقدم لنا محمد هنيدي تجربة كوميدية جديدة بفكرة مختلفة، والقصة هنا عن عبد الستار الكف، وده محامي بيقع في غيبوبة لمدة 20 سنة، ولما بيفوق من الغيبوبة بيلاقي العالم اتغير تماما، والتكنولوجيا والمجتمع بقى فيه حاجات كتير غريبة عليه. وبسبب الغيبوبة الطويلة دي بيدخل الدكتور في حالة نفسية خاصة بتخليه غير مسؤول قانونيا عن تصرفاته، وبيحصل على شهادة معاملة أطفال، وده بيخليه يستغل الموقف لصالحه في مواقف كوميدية كتير. المسلسل هنا بيلعب على فكرة الفرق بين الماضي والحاضر بشكل طريف، وبنشوف عبد الستار وهو بيتصرف بطريقة غير متوقعة وسط المجتمع اللي اتغير عليه. المسلسل من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز ومحمود حافظ وسما إبراهيم ونهى عابدين. انا استفيضتك يا دياب. مسلسل ديبو، وده آخر مسلسل معانا. مسلسل خفيف ومسلي وبيجمع ما بين الكوميديا والرعب. قصته عن ديبو، وده شاب مستهتر عليه ديون كتير، وبيضطر يشتغل في فندق للحيوانات الأليفة علشان يسدد الديون دي، ولكنه بيتصدم لما بيعرف إن هو لازم يكون لوحده في الوردية بتاعت بالليل، وهناك بيبقى حاجات غريبة ومرعبة.
المسلسل بيقدم مواقف كوميدية بسبب خوف ديبو، ودي من الحاجات اللي بتحصل له، وفي نفس الوقت بيحاول يكتشف سر الفندق. المسلسل بيستخدم اسلوب الرعب الكوميدي واللي بقى منتشر مؤخرا في الدراما المصرية، وبيقدم المسلسل مجموعة من ضيوف الشرف واللي بيظهروا في كل حلقة، وده بيخلي المسلسل فيه تنوع في المواقف. المسلسل من بطولة محمد أنور ومحمد الشامي وسارة الشامي وهلا فاخر ومحمد عبد العظيم. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا احب اقول لكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتقولوا لنا ايه اكتر مسلسل كوميدي عجبكم في القايمه، وسلام.